هو باللبن حتى بعد ما رجع هيبقى في فرق ما بين الواقع والخيال، ما بين الصور اللي قدامكم دي اللي نازله وما بين الواقع اللي هو ده. دي علبه لوز اللوز، مش الاختراع اللي في ايدينا الجميل ده، تمام. ودي الصور. انا النهارده مش هتكلم عن الشكل وعلى كده، ومش هدوق زي كل مره واتضايق من الشكل. انا المره دي انا مش اللي بقيم، وانا اصلا مش شغلتي بقيم اكل، بس يعني مش انا اللي بديكوا الخلفيه كبني ادم عادي بيشتري. انتوا ردوا عليا في التعليقات، هل في فرق ولا يعني العلبه وقطعه المانجا اللي قد كده بقطعه المانجا، هل في فرق ولا يعني النضاره محتاجه تتمسح؟ فالمهم انا هقول رايي في الاكل وبس. في الشكل دي بقى بتاعتكم انا اديتك دي سعرها 100 جنيه. انا بالنسبه لي 100 جنيه جميله، مفيش فيها مانع على الحجم ده كمان، سيبك من الصور. فهنقول بسم الله. المفروض في طبقه رز بلبن، وفي طبقه اشطوطه، وفي كريمه مانجا، وفي مانجا بقى اللي هي يعني ايه بواقي المانجا دي. ومحدش يقول لي المانجا ساحت، لان انا اشتريته زي اي بني ادم، زي ما هو اشتراه وبصوره. الفرق مش 3 4 ساعات يعني. وهي المفروض ما فيهاش حاجه يعني، جنبنا مش ايس كريم اهو. نقول بسم الله. حته كده من ايه، من تحت لفوق. بسم الله. هتدخل بقى ازاي؟ ان انا بقى صغير. ناخد حتتين في حتتين. بسم الله. مبدئيا الرز بلبن معجن، يعني انا مش باخد ديك التقييم ده غير بعد ما كان حوالي نصها او ربعها. القشطوطه، هو الموضوع عباره عن رز بلبن قشطوطه ومانجا. يعني المانجا طبعا ما فيهاش فيها كلام، مانجا زي الفل، مش قرع عسل مثلا الكلام من ده، لا ماليش دعوه بيه. مانجا ممتازه. اشطوطة بلبن يتفق عليها 99.9 من سكان مصر وبره مصر ان هي اجمل حاجه عملها بلبن، فدي محدش يقدر يتكلم فيها. لا يتكلم فيها ممكن يعني كانه غلط في اب حد فيكم يعني بعيدا من اسمها دي. فهي ممتازه مفيش فيها كلام. الرز بلبن معجن، فالرز بلبن مع المعجن مع القشطوطه في فصلان كده مش جاي في ريميكس كده، في حاجه غلط. بس فيعني بدايه اي محل حلويات هو الرز بلبن، فبالك الرز بلبن تعبان يبقى بقيه المحل عامل